اتفضل يا حاتم. لا لا شكرا. ايه ده؟ هو انت جبت الشاي منين اصلا؟ انا بقالي اكتر من 3 سنين ما جيتش هنا. يعني اكيد expired. ما قلتليش صح، هو احنا فين دلوقتي؟ في البطاش، في حته كده في العجمي. فورة قديم في كتاب مسحور، بتلاقي اسمك عليه محفور، بتنادي عليك أصوات عارفاك، وعيون في الليل بتراقب شايفاك، بتفر تدور عالفصل الأخير، فتلاقي دورك مش باقي في كتير. هو ده بيتك؟ يعني تقدري تقولي كده. بصي، هي دي شقه كان ابوي كان جايبها من كام سنه، كنا بنيجي نصيف فيها من وقت للتاني. بس فعلا انا بقالي اكتر من 3 سنين ما جيتش هنا. طيب ليه ما كنتوش بتيجوا طول الوقت ده؟ لان ده تقريبا نفس الوقت اللي عدى على موت ابويا وامي. الله يرحمه. انا اسفة يعني لو بتدخل في خصوصياتك، بس هو انا ممكن اسألهم الله يرحمهم ازاي؟ لا لا خالص، وانا يمكن كمان حاسس ان انا عايز احكي لك. مش عارف، بس محتاج ان انا اتكلم يعني ايه. بصي، هو دكتور امين ومرات الله يرحمها كانوا قريبين جدا لينا، وكانوا صحاب ابويا وامي جدا. وحتى هند بنتهم، يعني تقريبا احنا اخوات، كنا متربيين مع بعض واحنا صغيرين. وفي يوم من الايام طنط تعبت جدا ودخلت المستشفى، بس للاسف انا وقتها كان عندي امتحانات وما قدرتش اروح معاهم، وما رايحين يزوروها. بس اتفقت معاهم يعني لما يروحوا هناك ويطمنوا عليها يبقوا يطمنوني. انا في الحقيقه كنت قاعد بذاكر، بس دماغي ما كانتش هنا. كان كل تفكيري في الست ديت، وكنت خايف عليها لان انا كنت عارف قد ايه تعبانه. ولما التليفون رن، الحقيقه ما كنتش عايز ارد، لكن لما رديت اتفاجئت بان الدكتور امين هو اللي بيكلمني. اتخضيت جدا لحد ما قال لي ان ابوي وامي الله يرحمهم عملوا حادثه قدام المستشفى وماتوا. يعني كلهم راحوا. وكانش فاضل لي منهم غير الدكتور امين، وهو راح. وحتى هند خسرتها، وكل ده بسبب انا. بالراحة يا حاتم. صح، هو انت رابط ايدك كده ليه؟ لا عادي، مفيش حاجه. وقعت عليها بس انا بهرب انا وسردينة. سلامتك يا حاتم. طب هي لسه بتوجعك يا حاتم؟ مش بترد ليه يا حاتم؟ مالك؟ قولي طيب، حاسس بايه؟ حاسس بايه؟ حاسس اني بوظت كل حاجه. أنا ممكن أقابل ياسمين؟ لا مش موجودة. تمام، آسف على الإزعاج، هبقى أعدي عليها في وقت تاني. سردينة لو سمحت، أنتي تعرفيني؟ ممكن أتكلم معاك شوية؟ أكيد. أنا آسف إني جيت من غير ميعاد، بس أنا بلف في الشارع بقالي كتير، تعبت قوي وما لقيتش مكان تاني أروح. لقيت رجلي جايباني على هنا. أنت شكلك تعبان فعلا. سردينة أنت سامعني؟ ها؟ أنا آسف، سرحت. أنتي قلتي إنك كنتي عايزة تكلميني في حاجة، كنتي عايزة تقولي إيه؟ ممكن لو سمحت تحكي لي إيه اللي بيحصل بالظبط؟ إيه اللي بيحصل؟ مش فاهم تقصدي إيه؟ اللي بيحصل لياسمين وبيحصل لك أنت وحاتم. يعني إيه ياسمين تختفي وحتى البوليس ما يعرفش يوصل لها، وفجأة تظهر مرة واحدة؟ ياسمين ظهرت؟ مش بقولك إن في حاجة غريبة بتحصل؟ إزاي أنت جاي تسأل عن ياسمين واتفاجئت لما عرفت إنها مش موجودة، مع إن رد فعلك دلوقتي بيقول إنك كنت متأكد إنها مش موجودة؟ مش عارف أقولك إيه بجد، بس كل اللي أقدر أقولهولك إن الموضوع أكبر مما تتخيلي. أكبر من موضوع الشيء اللي ظهر لكم يوم ما جيت أنت وحاتم تعملوا مقلب في ياسمين؟ هي ياسمين حكيتلك؟ لا، ياسمين ما حكيتليش حاجة، بس ياسمين دي أختي، فلما يجي ضيوف لياسمين وأنا معرفهمش كان من الطبيعي جدا إن أراقبهم من بعيد،
مش عشان مش واثقة فيها، بس عشان أحميها من أي خطر. وعلى فكرة الفيلا كلها مليانة كاميرات، وكان من السهل إن نشوفك وانت بتنط من الشباك يوميها، وكنت عاملة احتياطاتي طبعا عشان لو حصل حاجة. بس الحمد لله استوعبت بسرعة إن الموضوع كله هزار واطمنت، لحد ما ظهر الشيء الغريب ده. وقتها الصدمة خلتني مش قادرة أتحرك، ويدوبك عيني بربشت، ما لقيتش حد في المكان، لا الشيء ده ولا انتوا. جريت بسرعة أدور على ياسمين في كل مكان، في الآخر لقيتها نايمة في سريرها. رحت راجع الكاميرات، ما لقيتش أي حاجة، لدرجة إني شكيت في نفسي وقلت أكيد كل اللي شفته ده تهيؤات، لحد ما اختفت ياسمين. وبعدها قابلت ريما صاحبتها، وهي حكت لي على كل حاجة. عرفت إن كل اللي شفته ده حقيقي. احنا اسفين بجد على كل اللي حصل، بس والله الموضوع كله كان هزار، وما كناش نعرف ابدا ان كل ده هيحصل. ممكن لو سمحتي كوباية مية؟ طبعا، ثواني. اتفضل. انت كويس؟ ايدك بتترعش كده ليه؟ انا من ساعات بس نجت من الموت بأعجوبة. موت؟ احساس انك مالكيش ظهر ده احساس وحش بشكل مرعب. انا ابوي وامي وحشيني جدا. الله يرحمهم. تعرف انا كمان بابي ومامي وحشوني قوي. ربنا يخليهم لك يا رب، وما تشوفيش فيهم حاجه وحشه. تعرف بابا ده كان اعظم انسان في الدنيا. بص، انا عارفه ان كل حد بيكون شايف اهله احسن ناس وان مفيش حد زيهم، بس بجد انا مش متخيله ان ممكن يكون في راجل في العالم زي بابا. كان بيحكي لي ان هو اشتغل شغلانات كتير قوي وصعبه قوي وهو صغير عشان يساعد اهله. كان بيقول لي ان كانت بتيجي عليه ايام كان بيستخبى في اوضه وبيعيط من التعب، وقبل ما يخرج كان بيمسح دموعه عشان ما يصعبش على حد. كان بيقول لي انا عارف انهم لو شافوا دموعي مش ههون عليهم، بس انا كنت عارف قد ايه هم محتاجين الفلوس. يعني على كده باباك اتمرمط في الدنيا وشاف كتير قوي عشان تبقوا في المستوى اللي انتوا فيه دلوقتي. بص، انا ما عشتش الفتره دي في حياته، بس لما كان بياخدني عند جده وتيتا كنت بحس حكايته في طيبتهم وبساطتهم. كنت بحسه في حبهم ليا. حبهم ما كانش حب اجداد لحفيدتهم، لا، كنت بحسه اكتر بكتير. كنت بتأكد من الاحساس ده لما كنت بروح عند اهل ماما. افتكر لما كنت بروح عندهم كل مرة كنت بلاقي بوكس كبير قوي مليان ألعاب غالية جدا وسويتس مختلفة وبأعداد كبيرة. بابي كان دايما يهزر معايا لما نروح، يقولي انت تعرفي ان سعر البوكس ده اكتر من مرتبي بتاع زمان ل3-4 شهور. بس كنت بحس ان حبهم الكبير قوي ده مجرد حب الحفيدة، حب مختلف عن حب اهل بابا. معنى كلامك ان عيلة مامتك مرتاحين ماديا من زمان؟ مامي من عيلة كبيرة. انا اسف يعني يا ياسمين ان اقول حاجه زي كده، بس ايه اللي يخلي مامتك توافق على باباكي وهما ما بينهم مسافات كبيره قوي كده؟ اولا علشان كانت بتحبه، وثانيا الموضوع ما كانش سهل زي ما انت متخيل كده. بابي تقدم لمامي واترفض اكتر من مره. ماما كانت بتحكي لي ان من اول مره تقدم لها شافت فيه حاجه مختلفه عن كل الشباب اللي كانت بتشوفهم وقتها، بس ما قالتش موافقه ولا لا. وقتها جده رفض وقال ان هو شخص مش مناسب. وتاني مره تقدم فيها اعجابها بيه زاد، لانها شافت في عينه مشاعر صادقه واصرار غريب، رغبه منه في مشاركتها حياته. بس وقتها مامي برضو ما اتكلمتش، يمكن كان كسوف منها او كانت خايفه يحصل ما بينهم وما بينها مشاكل. طب ما هو كده اترفض للمره التانية بنفس الشكل ولنفس الاسباب. انا اسف يعني ياسمين برضو على اللي انا هقوله ده، بس ايه اللي يخلي راجل يتقدم لبنت للمره التالتة مع انه عارف انه وارد جدا يترفض، ويمكن كمان المره دي الرفض يكون بشكل يجرح مشاعره اكتر؟ وحتى يعني لو هو مش فارق معاه، ايه اللي يخليهم يوافقوا عليه بعد ما رفضوا اكتر من مره؟ زهقوا مثلا؟ اكيد بابي كانت فارقه معاه كرامته، بس كان بيقولي ان الفرحه اللي في عين مامي وابتسامتها اللي كانت ملحوظه جدا لما تقدم لها المره التانية، وزي ما يكون حصل اتفاق ما بينهم من غير ما يتكلموا. هي بدأت ترفض اي حد يتقدم لها مهما كان مناسب ليها، وكانت حاسه انه هيرجع لها تاني في يوم من الايام. وهو عمل المستحيل ونحت في الصخر زي ما هو قال، عشان لما يتجوزها يقدر يعيشها في مستوى قريب من اللي كانت عايشه فيه. وفعلا رجع تاني بعد 2 سنين وتقدم لها للمره الثالثه. وقتها كان غير نفسه وبقى انسان يشرف فعلا. وقتها مامي اتكلمت وقالت رأيها لأول مرة. أكيد تعبت في الأول شوية وتنزلت عن حاجات كتير لحد ما بابا وقف على رجليه وبقى بابي اللي أنا عارفاه دلوقتي.
حاتم، انت سامعني؟ سامعك. بس واضح ان باباك راجل عظيم فعلا ويستحق كل خير. والظاهر كده ان ربنا كفو بيكي. انت بتستعبط يا حسن. والله يا هانم انا قلت اجيب الواد الاول وبعد كده اقولك، بس الواد ابن الكلب فص ملح وداب. انت غلطاتك كترت قوي يا حسن وما بقتش نافع. والله يا هانم تروح تاخد البت اللي جوه دي وتخلي الرجاله بتاعتك يتسلوا عليها قدام ابوها لحد ما يتكلم. الحق يا حسن بيه، الواد هرب من الهنجر والراجل الكبر سايبينه سايح في دمه. اغبية، انا مشغله معايا شويه اغبية. اطلع بره رد على الزفت اللي بيرن ده. انت عايز ايه انت كمان؟ في مصيبه جديده؟ لا يا ريس، بس في حاجه غريبه حصلت كده يجي من نص ساعه وانا عمال اقول اكلمك ولا لا. ما تخلص يا حيوان، ايه اللي حصل؟ لا مؤاخذه يا ريس، الواد اللي حجزناه وحطيناه في الهنجر لقيته داخل فيلة البيت يجي من نص ساعه كده ولسه ما خرجش. عينك ما تغيبش عن الفيلا. لقينا الواد يا هانم، نص ساعه واجيبهولك تحت رجلك. لا يا حسن، لا ايه يا هانم؟ كفايه عليك كده وحسابك معايا لما افضلك. يا هانم الواد ده انا اللي هجيبه. بقول لكم ايه، احنا بقينا في الحلقه ال14، مش كل 7 حلقات هقول لكم نفس الكلام، هقولهم انا المره دي. هند البهجي، عمرو ياسر، محمد اسامه، سلمى عليان، رانيا الحوتي، احمد عصام، مصطفى بدر، واسامه واصل.